خبر عاجل: أصدرت السلطات السعودية قرارا بإيقاف تأشيرة البي 2 سي أمام مصر، إحدى تأشيرات العمرة، والتي تسمح لصاحبها بالدخول إلى الأراضي المقدسة عن طريق السيستم وأخذ التأشيرة والسفر دون منظم للرحلة. وأشار أيمن عبد اللطيف عضو غرفة شركات السياحة خلال تصريحات صحفية إلى أن وقف تأشيرة العمرة البي 2 سي لمصر لا يقصد بها إلغاؤها بشكل تام، ولكن أن تكون الخدمة عن طريق وكيل سياحي معتمد، مؤكدا أن تلك القرارات هي قرارات تنظيمية وفقا للقواعد التي تقوم بها المملكة العربية السعودية مع بداية كل موسم من مواسم العمرة. وأوضح أن أزمة موسم الحج 2024 والاستخدام الخاطئ من قبل المصريين نتيجة إصدار تأشيرات غير منظمة كانت سببا لإيقاف تأشيرة عمرة البي 2 سي، إحدى تأشيرات العمرة. وتعد تأشيرة البي 2 سي نوعا من التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وصنعت لراغبي أداء العمرة من خارج السعودية دون الحاجة لوكيل خارجي، أي بالتعامل مباشرة مع الوكيل السعودي دون تدخل أي شخص من خارج المملكة. كان هذا هو الخبر، وانتظروا باقي التفاصيل في فيديوهات أخرى. جزاكم الله خيرا، ولا تنسوا الاشتراك بقناة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم.